السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وما تبقوش بردانين وكسلانين، وتقوموا تعملوا شوية كشري كده يدفيكوا كلهم قيمات غذائية بطريقة البيت النسرين. كلنا بنعرف نعمل الكشري، بس انا بعمله بطريقة حلوة قوي تعجبكم بإذن الله. وكمان الطريقة دي مش متعلماها يعني من على اليوتيوب ولا مفتكساها ولا حاجة، دي بنت عمي لقيتها بتعملها وجربتها لقيتها رهيبة يا جماعة. سيبكم من اللي انا بعمله ده خالص، اللي جاي هو اللي فيه الشغل كله بقى. اول حاجة زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، بتجيبي بصلتين تقطعوهم على ايدك، بلاش الكبه دي خالص في البصل اللي هتحمريه عشان البصل يفضل محتفظ بالميه بتاعته. انا بعمله دايما بالجنب بتاع الشيبسي، وبعد كده اصلا كده كده بنهرى في الاكل اللي انت بتعمليه يعني. فبتوفري على نفسك وقت ودموع، وبتخلي البصله محتفظه بميتها وطعمها حلو في اي اكل تعمليه. فنصيحه ليكي اعمليها بالطريقه دي. قطعيه بالمبشره بتاعت الشيبسي، لو عايزه تصغري صغريه على اي قطعه خضار ولا رخامه المطبخ ولا اي حاجه عندك ان شاء الله مطرحه، عيد عليه تاني. المهم يا بنتي، انا لسه نزلت ايه بالبهارات ديت بقى. بصوا البهارات دي بقت اهم حاجه. طبعا البهارات دي بنت عمي كانت بتعملها، بصراحه انا اللي عملتها. حطيت فلفل اسمر، وحطيت كزبره، كزبره ناشفه طبعا، كله مصحون في مصحون طبعا. وحطيت شويه بقى ايه شطه. احنا بنحب الحاجه مشطشطه يا جماعه، كانش الاكل مشطشط ما نعرفش ناكلوه. شويه كركم، لو متوفر عندك كركم بيخلي لونه حلو معاكي، والكركم اصلا كله قيمات غذائيه. شويه كمون. إيه بقت الحته اللي جايه دي بقت ايه، لو موجوده عندك حطيها، ما مش من المكعبات طبعا، المكعبات ديت ده شيء اساسي طبعا. اكيد كلكم عارفين بتحبوا دايما تحطوا مكعبات الاكل بصفه عامه يعني. حطيت مكعبين مرقه خضار مش مرقه دجاج طبعا. البابريكا بقى يا جماعه، بجد والله جربوا البابريكا على الكشري، ما كنتوش بتجربوه يعني. انا قلت لكم البهارات دي انا اللي حطيتها، بس الحاجات اللي انت شوفوها دلوقتي بنت عامل لقيتها بتعملها بصراحه يعني. لقيتها ايه عندها شويه شوربه وبتحمر البصل وبتعمل كده. قلت لها بتعملي ايه يا سعد؟ قالت لي يا خبر ابيض يا نسرين، انا عملت العدس بالطريقه ما كنتش بعمله كده خالص والله، عارفين كنت بطبخه وخلاص من غير بصل ولا حاجات من دي. فعملت بقى، كان عندي شويه شوربه كده، قلت والله لا اجرب الطريقه بتاعت البيت سعده دي. جربتها يا جماعه اقسم بالله، الحله اتلحست. يعني كان عندي بنت شيماء ما شاء الله عليها يعني، قرفاني في الاكل، في جميع الاكل كله يعني، بيعجبهاش اي اكل يا جماعه. فالحمد لله اكلت منه، قالت ده حلو يا ماما. قلت لها لا بقى، ما بدهاش بقى، لازم انزل الطريقه على اليوتيوب، يمكن يكونش حد عارفها. فانا عملتها قبل كده مره، والمره التانيه بقى قلت بصور وانزلها لاخواتي وحبايبي. فاعملوها بالطريقه دي يا جماعه. عندك شويه شوربه، حمر البصله، اهم حاجه تحطوا البهارات اللي انا قلت لك على الهديه، اللي هي الفلفل الاسمر، كزبره، عفوا طبعا يا حبايبي. طبعا اول انا ست اتكلمت معاكم، بصوا الحته اللي بقى قلت لكم، الحته اللي جايه اللي بقت اللي هي بتخلي الكشري حلو، معلش والله نسيت. لما تحطوا البهارات على على البصل، البهارات انا قلت لكم عليها واقول لكم عليها دلوقتي تاني برضو. سيب العدس بالرز كده يتشمع مع بعضه بالبصل بالبهارات، سيبيه حوالي ايه 5 6 دقايق كده على نار متوسطه، وسيبيه يشرب من بعضه كده، بيفرق قوي في الطعم يا جماعه والله. ما تقوموش حاطه الميه على طول، غطي عليه وسيبيه 7 8 دقايق. وبعد كده طبعا انا لما حطيت ايه قرنين شطه كده، علشان بقى اللي يقول لي طبخ يا ماما، خلي بالكم قرنين شطه بيفرقوا جامد والله يا جماعه في الشكل، وكمان بيخلوا الاكل سبايسي كده وحلو. طبخ يا ماما يروحوا يفتحوا الحله كده ويبصوا على قرن الشطه والمنظر كده يشد، عايزين ناكل يا ماما، حتى لو مش عايزين الكشري يعني. فالقرنين دلوقتي انا اكلت واحد وبشيماء واحد يعني عادي يعني مش مشكله. فما شاء الله، هو بكتير او نص ساعه على نار هادي، اول ما يرفع اول ما يغلي معاكي هدي النار عليه. ولو عندك شرب اطبخيه بالشوربه كلته، ما تحطلوش ميه خالص، بس ما كانش عندي الشوربه ده بصراحه يعني. وكان احلى غدا والغدس والغدس معلش يا جماعه بالله عليكم، ما تنسوا اختكم عندها دور برد قاتل اصلا، وبقالي كام يوم بقول هسجل النهارده هسجل بكره. فمعلش بقى استحملوني وادعوا له كده ربنا يشفيني. اهم حاجه بقى اتغرفت الطبق الرز كده يا بنتي نسرين، بتحط بقى ايه الحته دي بقى يا جماعه. اللي ما عندهوش يحاول يجيب شويه حته سمنه بلدي كده ويحطها على طبق الرز، وتسلقي بطين كده لكل واحد، لو ربنا كرمك، ما فيش كرمك يعني وظروفك ما تسمحش، ربنا كرمنا كده اكيد كلنا بحاجات حلوه، مش لازم يكون فلوس يعني. الكرم بتاع ربنا كتير قوي. كل واحد بيضه مسلوقه على طبق الرز بتاعه، واحلى غدا والله. وكسرت اللون كده بايه بعد كزبره اخضر وجيه كبير شويه بس مش مشكله. ويا رب تكونوا استفدتوا. لسه ما عملوش لايك يا جماعه، يجبرني كده ويعمل لي اللايك، والناس الجديده اول مره تنورنا على قناتي تعمل لي اشتراك. ويا رب يكون الفيديو عجبكم يا حبايبي، واسفه كمان مره ودعواتكم، مع الف سلامه.